هذا البرسيم ما شاء الله تبارك الله شد المتر على 24 و25 و26 يعني الطيب بالحل 26 27 شد الجندير اللي بالحيل، والرودس على 15 و16 هذا مخلوط به بلو بند. بس الغنم عندي ما ياكلنا هذا بلو بنك، هذا ما ياكلنا الورق الخفيف. الرودس ياكلنا بلو بنك ما ياكلنا، ما ادري وش المشكله ليه ما ياكلنا، ما ادري. يجيك تقول عيدان اقوى من عيدان البرسيم ما ياكلنا على 15 ريال. التبن اللي هو تبن الحنطة والقمح على 10 ريال و11. الشدة الطيب اتكلم عن شد المتر. انا الشدة الصغير انا ما اغطيه لانه مو مقياس. شد المتر هو الطيب، ولا اشتري الصغير ابد، ما بفايدة. تشتري مثلا الشد البرسيم 16 الصغير تشتري ب24 أكثر، يغطي عن 2 وزيادة، و2 ذيك 32 وهذا 24 عن 2، يعني شوف الفرق. هذا ما شاء الله اللي قلت لكم عليه على 25 و26. طيب ذا مصبوب صب ما شاء الله تبارك الله، تقول بلك هذا ثقيل ما شاء الله تبارك الله. هذا شد متر ما شاء الله يجيبونه من الشركات. هذا نفسه ذا؟ هذا يختلف ذا. شوفوا الفرق، هذا ب24 هذا، شوف كيف الفرق. ما شاء الله تبارك الله. هذه الأعلاف الموجود برسيم وتبن وسنابل ودس. هذا اللي غطيته لكم، ما في حشايش ثانية، فالحفر ما في ذرة نفس التبن. السنابل ما شاء الله تبارك الله على 95 وعلى 90. 95 وهذاك اللي أقل منه ب90 ريال. الرودس أنا أقول الرودس هذا يستخدمونه على البلو. هذا الرودس على 110، بس هذا ميزته حق شركات مضغوط ضغط قوي، يعني وزن ما شاء الله تبارك الله، وزن بالحيل، مو زي هذا على 90 بس مو مضغوط زي هذا مضغوط ضغط قوي ما شاء الله تبارك الله، ضغط شركات على 110. يعني اللي ياخذ هذا ابو 110 او فرله وشد وزن مو حول هذا، وزن بالحيل ما شاء الله. بس الناس تدور الرخيص ومو مدرين ان هذا ارخص. هذا يعطيك كمية اكثر، من ذا ابو 90. كلن على مزاجه، ما تقدر تقنع الناس ما تقدر تقنعها. بس عندي قناعة كل ما زاد الوزن كل ما كان اوفر لي. الشعير ومكعبات ما يحتاج اني اغطيها، موجود بقناتي تقدرون تشوفون اسعارها. ترى اسعارها ثابتة ما تغيرت، كلها اكثر من شهر من يوم وصل الشعير 70 على سعره ما تغير، ومكعب نفس السعر اكثر من شهر واسعارهم ثابتة. يعني تقدرون تدخلون قناتي وتشوفون بنفسكم، يعني ما يحتاج اني اغطيها، واضحة اسعارها واسعارها ثابتة، مو زي الرودس والسنابل هذه متحركة اسعارها، يعني مزرعة مرة على السوق، مو زي الشعير والمكعب سعر ثابت. الله يرزقنا وياكم ان شاء الله، وادعموني اذا تشوفون اني استاهل وتغطيتي بها فايدة، ادعموني. اذا تشوفون تغطيتي ما بها فايدة لا والله لا تدعموني. وشكرا لكم، فمان الله.
دائما اذا قضيت من السوق لازم امر هنود لهنا يضبطون كرك ما شاء الله تبارك الله. والله كرك عندهم بالرأس انه احسن من بعض الكافيهات اللي يبيعونه واللي يبيعونه غالي. رخيص وسعره طيب الحين ما شاء الله تبارك الله.